كل شركة من الشركات بيبقى ليها أحيانا موبايل فلتة، موبايل بيقتل المنافسة حرفيا في الفئة السعرية اللي هو نازل فيها. الموبايل الفلتة بتاع شركة أوبو السنة دي هو رينو 14 5G. أنا مش عايزك تستعجل، أنا جربت الموبايل لمدة أسبوع كامل وهقولك على كل حاجة في الفيديو ده. هقولك ليه هو موبايل ملوش منافس والمزايا اللي خليته ينافس الموبايلات الرائدة أو الفلاج شيب، وهقولك كمان واحنا بنتكلم على العيوب أو التضحيات أيا كان المسمى واللي كان ممكن تبقى أحسن من كده، وهنرمز ليها باللون الأحمر على يمين الشاشة واحنا بنتكلم. بس كالعادة قبل ما نبدأ عايزك تنزل تعمل لايك لأنه بيفرق كتير في انتشار الفيديو، ولو كنت أول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس. هنبدأ بأول حاجة هتلفت نظرك لما تمسك الموبايل في إيدك، وهي التصميم. باختصار يا جماعة، تصميم أوبو رينو 14 ما فيهوش غلطة، وهقولك ليه. أولا من ناحية الشكل مثلا، واجهة أمامية بحواف صغيرة جدا من كل الجهات مع زوايا واخدة دوران مخليك حاسس إنه آيفون. حتى النوتش بتقلب دايناميك آيلاند في بعض التطبيقات علشان تأكد لك الإحساس ده. أما شكل الظهر ففيه الإبداع كله، وده أول تطوير عن رينو 13. اللون الأبيض اللي معانا هو اللون اللي بيجي فيه الشكل الجديد بتاع سلسلة رينو 14 كلها. تصميم حورية البحر، درجة اللون تحفة، أبيض وداخل على بيج خفيف، وانعكاساته مع الضوء في منتهى الشياكة، مع فريم كاميرات زجاجي شكله أحلى من اللي كان في رينو 13. فمن حيث الشكل فالشكل جامد. ثانيا بقى من ناحية الخامات، الظهر هنا من الزجاج مش من البلاستيك، الفريم الخارجي للموبايل من الألومنيوم مش من البلاستيك، فالخامات هنا ما فيهاش غلطة وتنافس موبايلات الفلاج شيب. تالت حاجة سمك ووزن الموبايل. الموبايل جاي بسمك قليل جدا 7.4 ملي، ووزن الموبايل خفيف 187 جرام، فمسكة الموبايل في الإيد مريحة جدا. رابع وآخر حاجة خلت التصميم ما فيهوش غلطة، إن الموبايل مقاوم بأعلى معيار للماء والأتربة IP 68 و69، بيقدر يغطس في المية لعمق مترين، وبيقدر يصور تحت المية عن طريق ابليكيشن الكاميرا لحد دقة 4K. باختصار كده تصميم الموبايل ده ينافس الموبايلات الرائدة أو الفلاج شيب. أما تاني ميزة قوية والحاجة الأساسية اللي خلت أوبو رينو 14 مالوش منافس هي المعالج وتجربة الأداء. موبايل الفئة المتوسطة العليا اللي هو رينو 14 راكب فيه معالج رائد مش معالج فئة متوسطة، دايمنسيتي 8350 بدقة 4 نانومتر، مع رامات 12 جيجا وذاكرة داخلية من النوع السريع UFS 3.1، 1,400,000 نقطة. ده تقييم الموبايل على تطبيق أنتوتو، ده رقم ما يجيبوش إلا موبايل رائد، وما تقارنوش بأي معالج تاني في الفئة المتوسطة. وطبعا اللي احنا قلناه ده مش مجرد أرقام وخلاص، الموبايل سريع جدا يا جماعة، كمية سلاسة في التصفح وفتح التطبيقات مفيش بعد كده. وزي ما قلت لكم عن رينو 13، هو ده الآيفون بتاع موبايلات الأندرويد، تجربة الأداء والسرعة تجربة آيفون، حتى إنك تقدر ترسل أو تستقبل أي حاجة من الآيفونات. ده غير المزايا الكتير جدا اللي في الواجهة، مزايا ال AI مثلا زي ترجمة أي كلام على الشاشة أو الترجمة بصوتك، واللغة العربية موجودة وباللهجة المصرية، أو مزايا تعديل الصور الكتير جدا زي حذف أي شيء من الصورة بطريقة احترافية، وحاجات تانية كتير. الموبايل نازل باندرويد 15 مع واجهة اوبو كالر OS 15 برضو. ومش بس الاداء العادي هو اللي جامد، تجربة الجيمز هنا من احلى الحاجات في الموبايل، سلاسة وسرعة في اللعب، وحساسية اللمس مظبوطة جدا بتساعدك تتحكم كويس في حركتك وانت بتلعب. ده غير اعدادات الجرافيك العالية. PUBG في العادي بتشتغل على 90 فريم، ولكن الموبايل فيه جيم بوستر بيقدر يرفع اللعبة لحد 120 فريم، ودي حاجة جامدة جدا. كول اوف ديوتي بتشتغل لحد الترا فريم ريت، وما تقلقش خالص من السخونة، الموبايل فيه نظام تبريد قوي، والاداء ما تأثرش معايا خالص طول ما انا بلعب. ومن الحاجات اللي بتزود حلاوة اللعبة اكتر على الموبايل ده هي الشاشة، واللي هنتكلم عنها دلوقتي في ثالث ميزة قوية في الموبايل. ولكن عايزك تركز معايا كويس في الجزئية دي، لان في شوية كلام اتقال هوضحهولك دلوقتي. كمواصفات انت واخد اعلى حاجة في كل حاجة، شاشة اموليد بدقة 1.5K، تردد 120 هرتز، ودعم لل HDR 10+. حجم الشاشة حوالي 6.6 بوصة. مشاهدة اي محتوى على الشاشة دي هيحسسك بمتعة وانت بتتفرج، ونصيحتي ليك اظبط الالوان على وضع الفيفيد
هيخلي الالوان تنطق. التفاصيل هنا رهيبة يا جماعة، كثافة البكسلات عالية جدا، زوايا الرؤية واضحة من أي اتجاه، ومعدل نبضات الشاشة عالي جدا علشان ما يتعبش عينيك. بالنسبة بقى لإضاءة الشاشة، في كلام اتقال إن الإضاءة غير كافية. الإضاءة الفعلية للشاشة أو HBM نتس هي 1200. أي نعم كنت متوقع رقم أعلى 1400 أو 1500 مثلا، ولكن خليني أقول لك حاجة، 1200 نتس إضاءة فعلية هو نفس الرقم اللي موجود في حاجة زي سامسونج A56. لما حطيت الموبايلين جنب بعض وعليت الإضاءة على الآخر، كانت إضاءة أوبو أعلى من إضاءة سامسونج. بالتالي ما تقلقش خالص من جزئية الإضاءة. التردد ال 120 هرتز عامل سلاسة واضحة في التصفح، وفي وضع بيظبط التردد مع استهلاك البطارية، وخاصية الأولويز أون ديسبلاي موجودة طبعا في الموبايل. وكالعادة بناخد مع الشاشة أداء البصمة لأنها بتيجي مدمجة في الشاشة، وخلاص مش محتاجين نقول تاني إن بصمات الشاشة بتاعت أوبو هي رقم 1. البصمة سريعة جدا ومش بتاخد أي وقت في فتح الشاشة. أما دلوقتي بقى فهنتكلم عن واحدة من أقوى مزايا الموبايل واللي حصل فيها تطوير، وهي البطارية وزمن الشحن. بالنسبة لحجم البطارية فزاد من 5600 في رينو 13 وبقت 6000 ملي أمبير في رينو 14. الموبايل باستخدام متوسط قعد معايا حوالي يومين، ولما شحنته وقرصت عليه شوية في الاستخدام قعد معايا أكتر من 35 ساعة، يعني تقريبا يوم ونص، وده معدل استهلاك ممتاز ومريح. واللي بيخليه مريح اكتر هي قدرة الشحن العالية اللي بيجي بيها رينو 14. قدرة الشحن 80 واط، والشاحن طبعا جاي مع الموبايل في العلبة. البطارية حجمها زاد خد بالك، والشاحن ال 80 واط بيشحنها من 0 لحد 100% في حوالي 45 دقيقة، وده وقت ممتاز على بطارية 6000 ملي أمبير. الميزة اللي جاية دي بقى من الحاجات اللي حسستني ان شايل موبايل رائد، وحاجة ما كانتش موجودة بقوة في موبايلات اوبو قبل كده، وهي التجربة الصوتية الممتازة. بنتكلم في الاساس عن السبيكر، واللي بيطلع واحد من الاصوات القوية جدا، سواء في الجودة والتفاصيل بتاعته او سواء في درجة علو الصوت. صوت السبيكر عالي قوي يا جماعة، ده غير انه ممكن يعلى 3 اضعاف قدرته علشان لو كنت في مكان دوشة ولا حاجة، ولكن طبعا ده بيبقى على حساب الجودة. بس ما كانتش تجربة السبيكر الحلوة هتكمل من غير موتور اهتزاز قوي ومن النوع الحديث. الهابتك فيدباكس او الاهتزاز اللي بيحصل مع لمساتك للشاشة شيك قوي وبريميوم، وتحسسك بفخامة الموبايل وانه فعلا موبايل رائد. اخر حاجة في تجربة الصوت هو صوت الهاند فري، واللي زي السبيكر هيديك واحد من اقوى الاصوات في الجودة والعلو، ولكن السماعة بتشتغل عن طريق مخرج التايب سي لان الموبايل لا يحتوي على مخرج سماعة 3.5 مللي. جينا بقى الحاجة بتهم كل الناس ومحدش يقدر يتنازل عنها، وهي المكالمات والشبكات. الشبكات عموما في موبايلات اوبو من الحاجات اللي بتخلي معظم الناس يفضلوها على اي موبايلات تانية. شبكة المكالمات هنا مثلا قوية جدا، تجربة المكالمات كلها مثالية، شبكة قوية لحد 5G، دعم للإي سيم او الشريحة الالكترونية، دعم لمكالمات الواي فاي، صوت سماعة مكالمات عالي ونقي، ومايك لإلغاء الضوضاء، مستشعر تقارب حقيقي في الموبايل ومش بيعتمد بس على السوفت وير، اداء الاستشعار ممتاز، والشاشه بتفضل مقفوله والموبايل على ودنك. الحاجه الوحيده اللي مش موجوده لحد دلوقتي هي خاصيه تسجيل المكالمات، ولكن دي سهل يضيفوها في اي تحديث جاي للسوفت وير. كل ده غير خاصيه البيكون لينك لو ما تعرفهاش، ودي باختصار بتخليك لو انت في مكان مفهوش اي شبكه تقدر تكلم اي موبايل تاني من اوبو تكون المسافه بينكم ما تزيدش عن 150 متر. وبمناسبة الشبكات بقى، في حاجة حصل فيها تطوير عن رينو 13. رينو 14 بيدعم تقنية واي فاي 6E الموجودة في الموبايلات الرائدة، ودي أعلى من واي فاي 6. أداء الواي فاي هنا وقوة شبكته من أحسن ما يكون. آخر حاجتين في الشبكات هم أولا وجود خاصية ال NFC طبعا في الموبايل، واللي بتدعم خواص الدفع التلامسي عن طريق محفظة جوجل. تاني حاجة الموبايل فيه مستشعر ال IR زي ما كان في رينو 13، واللي بتقدر تستخدم بيه الموبايل كريموت كنترول لأجهزة كتيرة جدا. وصلنا لآخر حاجة معانا في التجربة وهي الكاميرات، وعايزك تكمل معايا لأن حصل فيها تطوير مهم خلى رينو 14 ينافس برضو الموبايلات الرائدة. التطور اللي حصل هو إضافة كاميرا تيليفوتو 50 ميجا بكسل بمثبت بصري وزوم بصري 3 مرات ونص. زوم بصري يعني مش بتفقد أي تفاصيل، وبتعمل زوم رقمي لحد 120 مرة، والصور اللي بتاخدها وانت عامل زوم كنت فاكر انها هتبقى مبكسلة شوية عن كده، لكن الحقيقة
الصور فاجئتني بتفاصيلها والحدة بتاعتها. فكرة وجود 3 كاميرات في الموبايل بأبعاد مختلفة للتصوير هي فكرة موبايل رائد أو فلاجشيب، يعني وانت واقف مكانك تقدر تاخد صورة بزاوية واسعة جدا عن طريق الكاميرا الالترا وايد، او تقدر تنقل على الكاميرا الاساسية وتاخد صورة ببعد متوسط وبتفاصيل كتير، او تقدر تنقل على الكاميرا التليفوتو من غير ما تخسر اي تفاصيل وتصور ببعد اقرب 3 مرات ونص، ده غير الزوم الرقمي لحد 120 اكس زي ما قلنا. والثلاث كاميرات تعاملهم مع الشمس او الاضاءات المباشرة كويس جدا وبيقدروا يحافظوا على تفاصيل الصورة. نشوف بقى معالجة الالوان في كل كاميرا. الكاميرا الأساسية 50 ميجا بكسل بتطلع صور في إضاءة النهار بألوان مشبعة ومظبوطة وقريبة من اللون الحقيقي، لكن بصراحة ألوان الكاميرا التليفوتو عجبتني أكتر. الصور بتاعتها تحفة والصورة شاربة أكتر، خصوصا لو بتصور في مكان مقفول أو في إضاءة الغرفة. هتلاقي تشبع اللون في كاميرا التليفوتو أقوى وأحلى. اللي زيها في قوة تشبع اللون هي الكاميرا العريضة أو الوايد أنجل، ولكن طبعا بتفاصيل أقل لأن دقتها 8 ميجا بكسل وده قليل، كانت محتاجة تزيد عن كده شوية. وبالنسبة للتصوير في إضاءة ضعيفة فالوضع الليلي شغال مع ال3 كاميرات وبيفرق جدا في جودة وإضاءة الصورة. نيجي بقى لكاميرا السيلفي واللي فاجئتني بصور احلى من سيلفي رينو 13 رغم انها نفس الكاميرا ال50 ميجا بكسل والموبايل فيه نفس المعالج. اكيد ده فرق سوفت وير او الاي اي الجديد في رينو 14. السيلفي في رينو 14 شارب او حاد اكتر والكاميرا بتتعامل مع الاضاءات بشكل احلى، وطبعا تفاصيل الصورة كتيرة جدا، مهما تعمل زوم هتلاقي الصورة واضحة. الحاجة اللي محتاجة تتطور في كاميرا السيلفي انهم يخلوا الوضع الليلي يعمل تأثير اقوى من كده في الاضاءة الضعيفة، لانه تقريبا ما بيعملش اي فرق، ودي حاجة ممكن حلها بتحديث للسوفت وير. اخر حاجة معانا في الكاميرات هي امكانيات قوية جدا لتصوير الفيديو واللي هنشوفها مع بعض بسرعة وهنرجع تاني. ده تصوير فيديو بموبايل اوبو رينو 14 5G. الموبايل بيصور فيديو بالكاميرات الخلفية والامامية كمان بدقة عالية جدا 4K على 60 فريم. غير كده الموبايل بيدعم التثبيت البصري في كاميرتين، الكاميرا الخلفية الاساسية اللي احنا بنصور عليها دلوقتي والكاميرا التليفوتو اللي احنا نقلنا عليها دلوقتي، والاتنين بيصوروا بالتثبيت البصري لحد دقة ال 4K. وطبعا كالمتوقع ميزة الدول فيديو موجودة، وهو انك تصور بالكاميرا الخلفية والامامية في نفس الوقت. من المزايا القوية كمان في تصوير الفيديو هي وجود وضع ال HDR، او انك ممكن تفعل ال HDR وانت بتصور فيديو كمان مش بس في الصور الثابتة، واللي بيفرق كتير في الاضاءة الضعيفة زي ما احنا شايفين. ده الفرق ما بين تفعيل ال HDR وعدم تفعيله. اوبو رينو 14 نزل بسعر 27,000 جنيه للنسخة الوحيدة، رامات 12 جيجا وذاكرة 256 بالضمان المحلي طبعا وبدون ضرائب. الموبايل جاي معاه كل حاجة في العلبة، شاحن وجراب وسكرينة، ولا يدعم تركيب كارت ميموري. كده خلصنا التجربة، ودلوقتي بقى عايزك تعمل 3 حاجات مهمة جدا. اولا تعمل لايك طبعا لو كنت نسيت تعمل في اول الفيديو. تاني حاجة تشترك في القناة لو ما كنتش مشترك علشان توصلك كل فيديوهاتنا. وتالت حاجة تتابعني على فيسبوك وانستجرام وهتلاقي الروابط كلها تحت الفيديو. مستني تعليقاتكم واسئلتكم في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.